السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احباب في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناة دينا ريان. قبل الفيديو اشتركوا في القناة عشان الصورة تكبر بيكم. يلا بينا بقى النهارده فيديو جديد من نوعه ان شاء الله يعجبكم وتستفادوا منه جدا جدا. حبيت ان انا اغير من رتم من الفيديوهات وان شاء الله تستفادوا منه حتى لو 1%. قبل الفيديو كده اشتركي في قناتي عشان الصورة تكبر بيكم وتستفادوا من كل حاجة بنزلها بإذن الله. أول حاجة كده الفيديو عبارة عن ازاي تفوزي على الأجهزة الكهربائية بتاعتك أو الأجهزة اللي في مطبخك عشان تقعد معاكي أطول وقت ممكن. عايزة أقولك الحاجات بقت غالية جدا يا بنات، فربنا يقوينا ويعيننا جميعا. لازم نحافظ على حاجاتنا لأن بجد بجد الأسعار بقت صعبة جدا. اول حاجه كده التلاجة انك تحافظي عليها. انا عايزه اقول لكم المفارش طبعا مش من ساعه رمضان ما نضفتش التلاجة، لا طبعا انا بنضفها وبحطها تاني. حباها بس قلت لا ما بديهاش بقى، لازم نشيل مفارش التلاجة عشان احس بتغيير يعني. واما ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان يا رب القادم باذن الله، لا فاقدين ولا مفقودين، نحطها بقى ايه ونحس بالبهجه وكده. فشلت المفارش بتاعتي وزي ما انتوا شايفين الرفوف زي الفل ما فيهاش اي حاجه. المفارش هتقولوا لي ان هي غلط، اقول لكم انا ما اعرفش هي غلط ولا لا، بس سمعت ناس كتير بتقول كده فعلا. بس انا بحبها، بتنور لي كده، بحس ان هي منوره التلاجة وبحس بفرق كبير جدا. من ساعه ما بدات احط مفارش بقتش اشيلها خالص. اذا كانت بتاعت رمضان او غير رمضان انا اتعودت ان يبقى في مفارش في التلاجة. بحسها كده بصراحه منوره لي التلاجة وطول ما انا بلمع المفارش وبلمع الرفوف بحس ان التلاجة بصراحه بتنفس نظافه زي ما بيقولوا. اول حاجه التلاجة ما تغسلش بميه وصابون ابدا. جو بقى الصابون والسلكه ودعكي ودلدقي في ميه، دي اكتر حاجه تودي التلاجة في داهيه تبوظها يعني على المدى البعيد. يعني ممكن مش على المدى القريب بس عايزه اقول لكم هتبوظها وهتخليها تتاكل من تحت ومن الجناب وهتقشر. طبعا الدعك فيها ده مش صح خالص، وكتر الميه اللي بتدلدقها جواها دي ممكن تبهدلك الموتور تبوظه يعني لا قدر الله. وكمان ممكن تخليها تعمل برومة اللي هي تقشر من الجناب او من تحت، فده طبعا مش صح خالص ويخلي الجهاز بتاعك يبوظ بسرعة ويتبهدل على طول. فاحنا ازاي نحافظ على التلاجة بتاعتنا وكمان نتفادى ان هي تبوظ؟ كله بايد ربنا، بس طبعا المحافظة على الحاجة بتطول في عمرها اكيد. فاحنا عندنا بخاخه كده اللي قلتها لكم في الاول، دي كانت بخاخه عندي بتاعت ماي واي فخلصت. حطيت فيها عندك صابون مواعين او بيرسيل جل، حطي منها غطا كبير كده وابدأي حطي قد يعني شويه خل كده وشويه ميه. بصوا بقى اي جهاز عندك بالبخاخه دي يبقى تحفه جدا. طول ما انت ايدك فيها في الجهاز هتلاقي الخلطه دي هتخليه فل شمعه منوره كده زي ما بيقولوا. تمام كده. وبالنسبه للتلاجة، التلاجة من جوه او من بره بعمل البخاخه دي بتبقى تحفه جدا وبتغير ريحه التلاجة، وكمان بتخليها بتلمع جدا جدا. والخل بيطير اي ريحه لو فيها اي ريحه. زي ما انتم شايفين كده رصيت حاجتي في التلاجة وبقت زي الفل كده. بصوا بتنور بمعنى الكلمه، الخل جميل جدا بيغير ريحة التلاجة لو فيها ريحة وكمان بيلمعها. ده كده بالنسبة لأول جهاز ان هو التلاجة. بتلمعيه جوه وبره بنفس الخلطة. تاني حاجة انا عندي الخلاط ده كنت راكناه بقالي اكتر من سنتين والله يا بنات. عايزة اقول لكم كنت راكناه لان الشفشق بتاعه كان مكسور، وكنت بدور عليه لان تورنيدو قطع غياره مش موجودة. لازم تجيبيها من اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد الشركة نفسها، عشان مش موجود قطع غيره للأسف. فده بيزهقني أنا لو أي حتة أو أي قطعة في الجهاز باظت. القطعة اللي في النص اللي أنا حاطة إيدي جنبها دي برضو كانت ضاعت من الموتور وقعدت أدور عليها، ولازم أروح الشركة. رحت الشركة عشان أجيبها أصلا بالفعل. فأي حاجة في الجهاز ده بتبوظ لازم أروح الشركة نفسها، لأني طبعا تورنيدو لازم حاجاتها أصلية وكمان لازم من الشركة، مفيش حد مش أي حد بيبيعها. فالمهم يعني عشان ما اطولش عليكم، الشفشق عندي كان بايظ وكان مكسور اصلا وكان في قطعه من تحت مكسوره. فانا قعدت ادور عليه لحد الحمد لله ما اشتريت الخلاط. فطبعا بقى قلت خلاص كفايه ركنه قوي كده للموتور لاني كنت ركناه على كده مستبدله بقى بالهاند بلندر. فقلت لا لازم بقى الجهاز بتاعي يبقى زي الفل لان الشفشق جديد، ازاي طبعا يبقى الموتور مش نضيف؟ لا طبعا انا هستعمله وهطلعه وهنضفه. جبت بقى كان عندي الباور اللي هو مذيب الدهون، يعني البخاخه دي اصلا انا حاطه فيها مذيب دهون، حاجه كده ماده زي الباور كده بس حاميه السيكه يعني. تمام كده. فهو اصلا الجهاز كان متبهدل، هو اصلا مش بستعمله يعني هو من ركنه مطرب كده ومتبهدل. قلت لا لازم بقى ايه اعمله كده خلطه حاميه شويه، مش هينفع معاه الخل والصابون. انا عايزاه يبقى فل شمعة منورة. هتشوفوا في الاخر بيبرق ازاي من الباور اللي انا جايباه او من زيت الدهون. بجد بقى تحفة جدا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك.
الفرشة الاسنان جابت لي كل فتفوتة صغيرة جوه الجهاز. بجد اختراع فرشة المعجون دي كانت عندي اصلا مش استعملتها، بس انا كنت راكناها بقالي كتير وانا بفتح الدرج بدور على اي فرشة لقيتها قدامي، فبصراحة ما صدقت، بجد جميلة جدا. جابت لي كل الحتت الصغننة اللي هي مش هتعرفي تجيبها ولا بايدك ولا بالسلكة. خلّيت الجهاز بُصّوا بيبرق بمعنى الكلمة، والحتّة اللي في النُص دي اللي هي بتحط فيها الشفشق دي أنا جبتها بقى حطيت حتّة المطبخ وبالسكينة وقعدت أجيبها يمين وشمال لحد ما نطفت. أكيد أنتم شوفوا كده أول الفيديو أول ما بدأت في الخلاط كانت الحتّة دي مسودة من كتر التراب. أنا عملتها بقى طبعًا رشيت فيها باور، بس خلّي بالِك عشان ما فيش حاجة تدخل جوّه الماتور، فأنتِ حاولي كده تبقي واخدة بالِك البخاخة كده رايحة فين عشان ما تبهدليش الدنيا وتبوظي الماتور، فربنا يسترها. وطول ما أنتِ إيدِك فيه أصلًا بتلمعيه اول باول بالفرشه كده على الناشف حتى من غير ما تحطي اي بخاخه، هتلاقي اي تراب طلع على طول وبحته كده مبلوله. بسيط كده بصابون ولمعي الجهاز بتاعك. اذا كان بقى خلاط كبه هاند بلندر، أنا الهاند بلندر بتاعي اللهم بارك تشوفيه تقولي اللي هو لسه جاي امبارح يعني، ما شاء الله، لاني على طول بستعمله بهدل ما بهدلش بحته كده بشويه صابون بسيط جدا جدا، مش ان انا بقى ببلبله لا، الحته ناشفه كده يا دوبك نقطه ميه ونقطه صابون وبلمعه قبل ما بشيله تشوفيه تقولي ان انت لسه جايباه. فلما بالك طول ما انت بتحافظي على الاجهزه هتعيش معاكي، لان الحاجه بقت غاليه جدا. اللي كسر اصلا الشفشق بتاعي ده الشفشق الجديد، اللي كسر الشفشق بتاعي ان هو وقع مني وانا بجيبه من الضرفه فاتكسر من تحت، بعديها كده احطه على الجهاز او على الموتور لقيته ما بيشتغلش، ففي حته منه اتكسرت، فمش اهمال مني بالعكس، هو وقع مني وانا بجيبه من الضرفه فالحمد لله. فكده الحمد لله الجهاز بتاعي رجع جديد من تاني زي ما انتم شايفين كده. تالت حاجه بقى الجهاز بتاعي اللي هو الكتل ده انا اصلا من ساعه ما جبته وانا مبروزاه كده بمعنى الكلمه، لان كان نفسي فيه جدا جدا وانا جايباه غالي مش رخيص، اللي هو الكتل البايركس. انا كان عندي كتل استانلس فالزرار بتاعه بقى يفصل كهرباء فبقاش طبعا ينفع يتصلح، فكان نفسي بصراحه اجيب الكاتل دوت وحوشته وجبته الحمد لله. فالحاجه ما بتتعبي فيها بتعرفي قيمتها وبتخافي طبعا عليها. الكاتل ده انا مش بغسله باستمرار عشان بخاف برضو من الميه والزرار بتاعه انه يفصل ولا حاجه. فالمهم رحت انا على طول بقى يعني كل ما باجي اغسله كل فتره كده بعمله بميه وصابون عادي بليفه او بسلكه وبصبنه كويس جدا وبتك بالذات على الحته الستانلس اللي تحت دي، لان دي مصدر الحراره وفي نفس الوقت بتبقى على طول بتسود من الكهرباء. فبحاول كده ايه اغسله عادي بميه وصابون وبعد كده اسيبه يتصفى على الفوطه دي عشان بيبقى في ميه من تحت قبل ما تحطيه على القاعده بتاعته اللي فيها كهرباء. على الاقل خليه ينزل ميته كده او ينشف يجي 10 دقايق ربع ساعه وابداي احطي فيه شويه خل وكوبايه ميه وسيبيه يغلي غلوه وما يهدى خالص عشان ده بايركس ما ينفعش تغسليه وهو سخن. بعد ما بيهدى خالص تبدأي ان انتي تشطفيه شطفه كده عشان الخل يروح منه وتسيبي الغطا مفتوح. بس كده الجهاز بتاعك رجع جديد من تاني. رابع حاجة الكاتل بتاع القهوة انا عندي هو ستانلس مش بلاستيك، فطبعا لازم المعه كده على طول. انا اوقات بشطف الكاتل كده على طول فبيبقى ايه القاعدة بتاعته من تحت بتسود من القهوة، فطبعا رحت خدته بقى بشوية صابون كده وسلكة وخليته فرن شمعة منورة. انا حاطة في الصابون بتاعي ليمون عشان قشر الليمون اللي بيبقى مني عشان بيلمع الحاجة. بصوا ما شاء الله القاعدة بقت بتلمع، الكاتل رجع جديد تاني، الكاتل بتاع القهوة زي الفل. بس كده ده اللي حاولت ان انا افهمه لكم او اعرفه لكم، طبعا انتوا ستات بيوت شاطرة، بس يعني كمعلومة ان شاء الله تفيدكم حتى لو 1%. لو استفدتوا من الفيديو حابين بارت 2 عرفوني وان شاء الله استمر معاكم في الفيديوهات.